من جنوب الجزيرة العربية نزح العرب اليبوسيون إلى الشمال فرارا من الجدب والقحط، فحطت رحالهم عند موضع مدينة القدس وما حولها بالشام، فأسسوا أول بناء للمدينة المقدسة وسموها يبوس ثم أورسالم، وذلك قبل الميلاد ب30 قرنا. وفي هذه الأثناء كانت للقدس أهمية تجارية خاصة، حيث ربطت البر بالبحر، ووصلت الخليل ببيت إيل من أعمال رام الله بطريق تمتد نحو نابلس من ناحية، ونحو أريحا ووادي الأردن من ناحية أخرى. وفي القرنين العشرين والتاسع عشر قبل الميلاد سيطر المصريون على أورسالم سياسيا واقتصاديا. وفي العراق ظهر نبي الله إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ثم هاجر فدخل بلاد الشام وبيت المقدس ومصر والجزيرة العربية. وفي القرن الثاني عشر قبل الميلاد ظهر نبي الله موسى في مصر، وخرج ببني إسرائيل منها عبر سيناء قاصدا بيت المقدس، لكنهم عصوه فابتلوا بالتيه، حتى قادهم يوشع بن نون فدخل بهم أريحا شرقي القدس. وفي القرن العاشر قبل الميلاد قادهم نبي الله داود فسيطر على القدس. وبحلول عام 21 و700 قبل الميلاد اجتاح البابليون بيت المقدس واستولوا عليها. وعندما انتصف القرن السادس قبل الميلاد كان الفرس قد بسطوا سلطانهم على المدينة المقدسة، وبعد قرنين تمكن اليونانيون من الاستيلاء عليها، وتلاهم الرومان قبل الميلاد بقرابة 60 عاما. وامتد حكم الرومان لها قرونا حتى عاود الفرس مهاجمتها والاستيلاء عليها في القرن السابع الميلادي، فاستطاع الروم دحرهم عند نينوى واستردوا ما سلب منهم. ولم تمض سنوات قليلة إلا وكانت بلاد الشام والعراق جميعها في أيدي المسلمين أثناء خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.